اقسم بالله يا جماعه الموضوع سهل. موضوع تربيه العيال وموضوع المشاكل اللي احنا بنواجهها دي مع عيالنا، الموضوع سهل. بس الموضوع عايز مننا حاجات بسيطه كده هنعملها وهناخد عليها اجر وثواب وحسنات وحاجات كتير. ناس كتير من اخواتي على الصفحه دخلوا لي على الماسنجر واتكلموا معايا في مشاكلهم العاديه اللي احنا بنواجهها كلنا مع عيالنا، اللي هو ابني بينام متاخر، ما بيذاكرش، ما بيسمعش الكلام، الرد مش اللي هي المشاكل اللي احنا بنواجهها، قعده الموبايل والحاجات دي كلها. الحل بسيط قوي يا جماعه، نقرب من ربنا وربنا هيبعد عننا كل حاجه وحشه. هقول لك على حاجه، البيت اللي فيه صدقه فيه بركه، البيت اللي فيه صلاه فيه بركه، البيت اللي فيه ذكر فيه بركه، البيت اللي فيه قرايه قران فيه بركه. في بركه في كل حاجه بقى، في بركه في الصحه وفي الفلوس وفي العيل وفي كل حاجه انت بتعملها في حياتك طول ما انت مقرب من ربنا. في ناس كتير يا جدعان من سننا او اصغر مننا هم ما بيصلوش، اب وام عايشين في بيت ما بيصلوش، فالطبيعي ان هتلاقي في مشاكل كتير في البيت. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ومن يعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضنك هنا مش في الفلوس بس، لا، العيله اللي ما بيطلعش مظبوط ده ضنك، البنت اللي ما بتطلعش مظبوطه ده ضنك، قله البركه في البيت ده ضنك. الضنك مش في الفلوس بس، قله ان عيالك يكونوا عندهم اخلاق وعندهم قيم، ده ضنك. فنقرب من ربنا وربنا هيقرب مننا كل حاجه كويسه. لازم نخلي احنا كأبهات وأمهات نصلي، ده نمرة واحد، ده نمرة واحد، ونعلم عيالنا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ايه؟ علموهم عند 7 واضربوهم على 10. يعني نعلمهم عند 7 سنين وعند 10 سنين نضربهم انهم ما بيصلوش. دي وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالطبيعي ان احنا لازم نكون قريبين من ربنا عشان ربنا يبعد عننا اي حاجة وحشة. لازم نصلي، لازم نقرأ قرآن. ما بنقولش نحفظ قرآن، يعني عشان ما يبقاش الموضوع نقول لك يا عم هنحفظ قرآن ده كتير ومش كتير، لا يا عم، خلي ورد في يومك كده انت ومراتك وعيالك، يبقى في ورد صفحة 2 على حسب انت ومقدرتك. صدقة، تطلع صدقة دي أساسية، ومش شرط على فكرة الصدقة ان انت تكون راجل غني وتطلع اموال كتير، لا، ال5 جنيه صدقة، الجنيه صدقة، الضحكة في وش اخوك صدقة، جبر الخواطر صدقة، ان انت تشيل طوبة من الطريق ده صدقة. الصدقة مش شرط ان هي تبقى فلوس، تخلي ورد قرآن وتخلي صدقة وتصلي وتعمل أعمال خيرية كتير، ربنا هيكرمك. يعني مثلا كل سنة وانت طيبين، احنا داخلين رمضان، مش شرط ان انت تعمل 50 كرتونة و100 كرتونة والكلام ده، لا، انت ممكن انت واثنين 3 اصحابك او انت و10 اصحابك لو لميتوا من كل واحد 100 جنيه، جمعتوا 1000 جنيه، هتعملوا يا عم شنطتين وهتدوهم لناس محتاجة. اسمك طلعت صدقة وعملت حاجة لله. دي الحاجات دي هي اللي بتحفظ عيالنا وبتحفظنا وربنا بيكرمنا بسببها. هي مش شطارة مننا والله، هي كلها بسعي برضا ربنا وباللي احنا بنعمله. فأنا بحس الناس كلها في فيديوهاتي على الصدقة، لأن الصدقة والله العظيم لها خير كتير وليها فضل كبير على أي حد بيمشي عليها. وزي ما قلت مش شرط تطلع أرقام، والله العظيم ال5 جنيه صدقة وال2 جنيه صدقة وال3 جنيه صدقة، واي مبلغ انت بتطلعه بنيه ان هي صدقه هتطلع وربنا هيكرمك بسببها. هيرضيك في عيالك، هيرضيك في مراتك، هيرضيك في مرتبك، هيرضيك في صحتك، هيبعد عن عيالك وعنك عن اي حاجه وحشه في الدنيا دي بسبب صدقه، بسبب ذكر، بسبب قرايه قران، بسبب الحاجات دي. البيوت اللي خاليه من الذكر ومن قرايه القران ومن الصلاه ومن اي حاجه كويسه، اقسم بالله فيها مشاكل وفيها ضنك وفيها خناقات انت ومراتك، وتلاقي عيلك طالع مش مظبوط. ما هو انت بعدت عن ربنا، بعدت عن الاساس، ما اديتش ربنا جزء صغنن جدا اللي هو 0 من 1,000,000 من حقه من نعم ربنا علينا. على فكره ادنى درجات الرزق المال. صحتك نمره 1، الصحه رزق، العيل الكويس رزق، الشغل الكويس رزق، عينك اللي بتشوف بيها دي رزق، مناخيرك اللي بتتنفس بيها دي رزق، اما بتاكل وتخش الحمام ده رزق. كل حاجه في حياتك رزق. فقرب من ربنا عشان ربنا يقرب لك كل خير ويبعد عنك كل شر. السلام عليكم.